يسعد صباحكم جميعا. النهارده معانا طريقه سهله جدا للعصبان، او زي ما بيقولوا اخواتنا كتير الممبار. نعمله بطريقه سهله جدا وتنظيف ولا اروع يعني، منتهى السهوله. كان زمان بياخد مننا وقت. النهارده هنعملوه بالحاجه الساقعه. اي حاجه ساقعه عندك بمجرد ما بتقلبيه، انا قلبته على ظهره وهنزل عليه بالحاجه الساقعه. شوفوا كميه الفوران. اي حاجة عالقة بيه بتدوب بسرعة جدا، يعني يدوب. معايا معلقة بيكنج باودر، عاملة فوران صح؟ هسيبه كده هو 5 6 دقايق لغاية ما الفوران يهدى، وهنضفوه بطريقة سهلة جدا. هترتاحي بقى من الليمون ومن الخل والحك والحاجات دي. هنعيده عليه تنظيف كده بمنتهى السهولة. بعد ما شطفته من الحاجة الساقعة، شوفوا لسه ما حطيتش فيه السكينة، لكن ابيض زي الفل يعني. بسم الله ما شاء الله. والله مش محتاج تنظيف، بس زي ما تقولوا كده العصبان دهوت بيبقى، او المحشي الممبار بيبقى اكتر حاجة فيه غلبة اللي هي التأكد من نظافته. يعني شوفي شوية الحاجة الساقعة مش مخليه يعني محتاج تنظيف زي الفل. عايزة احكه كده من ظهر السكينة وارجع اقلبه وارجع لحضراتكم مع بعض واحدة واحدة. دي البناويت الحلوين اللي زي اللي بتصور. اشطف واحدة كده هو قدام حضراتكم. البناويت الصغيرين بيبقى كل حاجة صعبة عليهم، سبحان الله، مش زينا يعني. طباخين ماهرات. نشوف. عايزه اقول معلومه للي مش واخد باله، ان اهم حاجه عشان تعرفي ان العصبان او الممبار ده بلدي، بتعرفي ان هو بيبقى فيه نسبه دهون. واخده بالك؟ في ناس بيجيبوه مش عارفه، بيقولوا مستورد وبيجيبوه كده، لكن عشان تعرفي ان هو بلدي وتتاكدي منه ان بيبقى فيه نسبه دهون برضو. هنحضر كده هوت الخلطة بتاعة المحشي. ما تستغربوش ان البصل كتير، لان كمية الرز ياما. معايا هنا هوت ملح وفلفل وبابريكا فقط لا غير. انا بعمل كده هوت للخلطة بتاعتي، وبعملها ني في ني، تبقى حلوة ومش حامية يعني. مرقت كده هوت البصلة، انزل بالخضرة. الخضرة برضو على حسب كمية الرز، وكل ما بتكتري الخضرة بتبقى حلوة جدا. انا كمان مسبكة الطماطم، هنزل بالطماطم. وربنا يخلي ايدينا دايما شغالين كده هوت مع بعض، ايد نضيفة وما شاء الله يعني. الخبط كده وبعدين انزل بقى ايه بالرز. الخلطة دي جميلة جدا في كل المحاشي، اعمليها ني في ني، تدي طعم جميل جدا ومش بتبقى حامية على الصدر. هنزل اخر حاجة بقى بالرز. جهزت معايا كده هوت الخلطة وابدأ احشي. عايزة اقولك تحطي الزيت على المحشي، عشان لو عايزة الخلطة تبقى بتاعتك كده الرز من جواها مفلفل، هنحطه زيت، وبرضو على حسب الكمية. وما تنسيش النعناع الاخضر، ولو في برضو ناشف وما عندكيش اخضر ما فيش مشاكل. الخضرة ياما والتسبيكة حلوة جدا. يلا بينا بقى.
ما شاء الله حلة تكفي الحبايب يعني. وزي ما شايفين انا مش مكترة برضو الرز، ده العصفان شمبري. ما تحاوليش تكتري في الحشو عشان ما يتنفخش اكتر من كده. كده بقى ونحضروا الشوربة بتاعته ونحمروه. خلصت معانا وصفة الممبار من أول تنظيفه بمنتهى السهولة لغاية ما حشيناه بالخلطة المحترمة أو الني في ني. أشكركم جدا وبالتوفيق لحضراتكم. نقعد آكل.